كتير اوقات بنكون مالين وبنكون قاعدين هيك ما عنا شي، فبهذا الوقت بنكون نحن محتاجين لشي مفيد انه نسويه. والشي المفيد اللي راح نسويه مو التداول، لانه التداول كله خسارة بسيطة يعني ربحانين. اي حدا بده كورسات. راح نلعب العاب لان الالعاب سلوا، فاليوم راح اقلكن على 5 العاب بنلعبوا باصبع واحد، بتقدر تلعبهم ايمت ما بدك وتطفيهم ايمت ما بدك. مو مثل مثلا بوبجي بتفوت ما بتطلع من اللعبة الا يخلص الجيم. فيعني اذا كنت قاعد بتستنى رفيقك العب وحدة من الالعاب. هي اللعبة الشغلة البشعة فيها انه ما بتقدر تلعبها بدون انترنت، ضروري على الانترنت وبده يضل يطلع لك اعلانات. بس الشيء الحلو انه الاعلانات قليلة، تقريبا بالعشر دقايق او بالخمس دقايق لشي يطلع لك اعلان واحد. هاي اللعبة بنزل عليك حجر وانت بالمدفع تبعك بدك تبعدن عنك. وراح اعطيكم كل لعبة شلون فيكم انكم تحترفوا اللعبة وتربحوا. بس اكيد بدكم تضلوا تخسروا، ولكن يعني بساعدوكم النصايح اللي راح اعطيكم اياها، راح اعطيكم اياهم. هي علامة الاستفهام مدري التعجب، تعطيك اوقات تجميد بتجمد الاحجار وانت بتقدر تتحرك شلون ما بدك، واوقات بتعطيك شبح بتصير انت قد ما داسوك ما بصيرك شيء. انت ليه بتخليهم يدوسوك؟ هي النصيحة من شان انك تربح هي اللعبة. مشان انك تربح بهي اللعبة ركز على حجر وحدة وضل اضربها، وركز على بقية الحجار. اول ما الحجرة تنزل بعد عنها، ركز على الحجرات النازلين اكتر من اللي فوق، لانه النازلين راح يضربوك اما اللي فوق ما راح يقدروا يضربوك لانه انهم فوق. شوفوا مثلا هلا هاي النازلة ببعد عنها وهي طالعة بضربها، حاول تضرب الحجر وهن طالعين مو هن نازلين. مجرد ما انها تكون عم تنزل بعد عنها، الا اذا كان لونها اخضر معناتها هي تكسيرها سهل. يفتح عرض لا صعبة وين اروح. وهي اللعبة ترى فيها مراحل، يعني انت ما هيك قاعد تلعب على الفاضي. انا هلا موصل على المرحلة 13، والمرحلة 13 مو يعني شي سهل، يفضح عرضة بتجننك ما بتخلص كل مرحلة. ليه هيك عم بتحرك؟ بالعادة انا بلعب على القاعد فما بتحرك هيك. لك حاج خلاص صرنا، خلينا نروح للعبة اللي بعدها. اللعبة اللي بعدها بدها انك تكون انت حريف رياضيات، تكون اسطورة بالرياضيات. هاي هي اللعبة، بيعطوك ارقام وانت لازم انك تنزل الارقام، واذا بتنزل رقمين فوق بعض مثل بعض بصيروا رقم واحد، بيجمعوا لك هذول الرقمين وبصيروا رقم واحد. يعني 32 32 بصير 64، فبتحسن لك الرياضيات تبعيتك. لعبة مفيدة، واوقات اللعبة بتساعدك بالارقام، تبعت لك هيك ارقام ورا بعض مثل بعض، واوقات بتجيب اجلك او بتجيب اجلك، تبعت لك 2 64 2 128 2. قال لك 2 انا ايش بدي اسوي فيها فوق كل هدول؟ هاي مثلا 32 انا ما عندي 32، هاي 2 بحطها فوق الاثنين بتصير هيك 4 حلوة. هاي 16 هاي 8 32 بحطها جنب ال 32 بنجمعه. 16 حطها فوق ال 32 مشان اذا اجتك 16 تاني تحطها فوق ال 16 هي، 16 هي تصير 32، ال 32 تنزل على 32 تحتها تصير 64. اوف. هاي شفتوا اكل الهواء، شايفين شلون؟ هاي انا وين احطها؟ ليه ما اعطوني 16 قبل ال 8؟ احطها هون 16 حطها فوق ال 32، 4 حطها هون، 2 حطها هون، 8 كان لازم احطها هون، حطها هون. هلا بيعطوني 16. لعبة مستفزة. شوفوا هاي ما احلاها، حلوة. هون تحطوا هاي الاثنين، واشياء بتسووها من شان انكم تربحوا. لا تحطوا عدد يكون كتير فوق عدد اقل منه. هاي اللعبة اول ما بتشوفوها بتقولوا عثمان سخيف. هيك هاي اللعبة انا اول ما بشوف واحد قاعد بيلعب بقول عنه سخيف، بس والله العظيم مالي سخيف. اللعبة حلوة، جربوها بتحبوها يعني. شوفوا هاي اللعبة لازم انكم تجمعوا هيك، تحطوهم هيك. يا الله الغباء، حطيتها غلط. وهيك بحس وقت تنفعل مع هدول الالعاب هيك انت سخيف. انه ايش هذا تنفعل مع لعبة كلها مربعات؟ ماين كرافت هيك. شفتوا شلون بتخسروا؟ اذا اجتكم هي وما عرفتوا وين تحطوها وما لها مكان، هداك الوقت بتخسروا. ولكن هلا انا بدبر لها مكان.
محاولة تانية. هاي اللعبة كتير بتسلي وقت تكون ما عندك نت. انا كتير اوقات بلعبها، بس شوفوا هاي هيك لازم تحطوا هيك، تحطوا هيك، طقيتوها، بتحطوا هاي هون، بتحطوا هاي هون، بتعطوها هاي هون، بتحطوا هاي هون. شوفوا والله ناقصنا هاي، طاق فجرنا اما رجع هيك فجرنا ابوها. اللعبة هاي والله كل مرة بلعبها بالشارع هيك قدام ناس بقعد هيك بتخبى منشان ما يشوفوني يقولوا عني سخيف، يقولوا هذا بلعب بالجماعة من جماعة كاندي كراش وما بعرف ايش. بس والله حلو يعني. بيجي واحد هيك طلع علي هيك، ايش بك انت تلعب اللعبة؟ بقول له خد جرب والله لا تحب. وطالبين مني هون 7 من هدول، لازم اني اكسر واعطيهم اياهم. يعني عم شغلوك وانت عامل عندهم. اذا صار عندكم شي مهم تقدروا انكم تطلعوا من اللعبه وترجعوا تدخلوا لها، بتكمل اللعبه وما بتبلش من جديد. نروح على اللعبه الاخيره وهي احلى لعبه وانا ذكرتها بالفيديو اللي قبله، هي لعبه الجولف. هاي اللعبه بدها نت ولكنها كتير حلوه، احلى وحده فيهم وبلعبها اقدم وحده وبتأدمن عليها يفضح عرضها. لعبه جولف بكل بساطه ما في داعي اشرحها، هون انا جحش يعني. تضرب ضربة خفيفة، ما تستعجل بهاي اللعبة. هي نشوط هيك لبعيد، عنس لا تجي فوق التراب. انا اوقات بهاللعبة بكون جاييني حظ، لو اضربها باصبع اجري الصغير بربح، اوقات ولو بركز كل تركيز الموجود بالكرة الارضية كلها قد ما بركز بدي اخسر يعني، ما في حل. فهلا شكله جاييني الحظ السيء. شفتوا. فانا وقت اللي بكون جايين الحظ السيء بشيل اللعبة وما بلعب ينعن ابوها، ناقصني انا شي يرفع لي ضغطي. بس وقت اللي بكون جايين الحظ حلو والله كتير بنبسط، كتير بنبسط. ولقيت قصة حبيبي. ها شايفين هذا اسمه حظ حلو. حلوة، انا المركز الاول. احا الرابع، احا الخامس. خسرنا شباب. اعطيكم نصايح منشان انكم تربحوا بهي اللعبة. طبعا لا تركزوا انا كثير غبي، بس من النصايح هي انك لا تستعجل باللعبة. هدي ركز قبل ما تضرب الطابة، طلع عليها 10 مرات، لانه مو الاهم السرعة، الاهم اقل عدد ضربات. فاضرب هيك سكند يوك. اعطيه هيك، هي صعبة هي لانه اوقات بتتقلب تقلب للطرف الثاني. هي هيك هدي عليها، طلع وين الهي طخها. شايفين؟ لا تأخذوا نصايح. شايفين الغباء؟ هي لاني استعجلت، ولكن هيك هدي اضرب. تجي نظيفة وقت تهدي وتضرب. وركزوا على هدول لانه هدول كثير مناح. هدي مو ضروري اقوى شي. شايفين الغباء؟ كان لازم اقويها شوي، لاني استعجلت ما اجت نظامية، ضربتها على السريع، ضربتها خفيفة. شو مثلا هي اذا ضربتها انا بفرض ضربة ما راح تصير، ولكن لازم اني اضربها ضربة اقربها لهون، والضربة الثانية اجيب اجلها لفوق لبعيد. هاي لازم اركز فيها منشان ضربة وحدة اجيبها لجوا، ولكن ما صارت. ركزت بس انا غبي يعني. لو تكونوا انتم شخص ضرباتكم قد بعض فبيعطوكم هون تلعبوا جولة، اللي بجيبها اقرب على الجورة بربح، وانا دائما بخسر فيها، ولا مرة ربحت فيها. باركولي. وبس لو نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله انه يكون عجبكم. لا تنسوا تحطوا لايك واشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيه وتابعونا على الانستغرام والتيك توك. واذا بدكم كمان فيديوهات من هاي النوعية فاكتبوا لي بالتعليقات وحطوا لايكات وجيبوا لنا مشاهدات على الفيديو مشان نجيب مصاري. خليني بدي اشتري لابتوب، والله بدي اشتري لابتوب يا جماعة. يا اعطوني مصاري اشتري لابتوب، يا جيبوا لي مشاهدات اجي اشتري لابتوب، ما في حل ثالث. وبس سلام.